اليوم جيتكم بالضرع السوداني. الضرع السوداني هو عبارة عن شو؟ قطع تكون من اللحم. تمام. بنسلقها، وبعد ما نسلقها بنبهرها بطريقة كويسة وبنحمرها. انتوا يا اما نحن بنقليها على زيت، او بندخلها الفرن، او في قلاية، او في اي شيء، المهم اللي بريحكم. طيب، ندخل في الطريقة. اول شيء على قدر حطيت بهارات صحيحة اللي هو هيل وقرنفل وتوم وبصل وورق قار، وأضفت له موية سخنة تقلي يعني. هخليه شوية على النار عشان تطلع البهارات، تطلع البهارات الريحة بتاعتها. كده الموية غلت بالصورة اللي انتوا شايفينها دي. هنزل عليها بالضلعة أو قطعة اللحم زي ما انتوا شايفين. وهنا ده كان جزء من الظهر تقريبا، وقفل عليها. شوف هنا ماشي كله يغلى مع بعضه. هقفل وانساها، اعطيها ساعة، ساعة ونص. تمام. في اللحظة هذيك أنا كنت بحضر التتبيلة بتاعت اللحمة. ضفت معلقة ثوم باودر، ومعلقة فلفل أحمر حلو، ونص معلقة ملح لأنه أصلا هناك الشوربة مطعمة، شوية كركم. أضفت له زيت زيتون. هخلط كل الحاجات هذه مع بعض لما نحتاج الخليط يكون قوامه شوية ثقيل. تمام. هناك الضلعة خلاص استوت، حاطلع اللحمة من النار وهي سخنة. أنا حأجي أبخرها. هسقيها من كل النواحي. شوف الجمال، شوف الجمال، ما شاء الله تبارك الله. اللحم زايد ذوبان. هقلب الناحية التانية، وبرضه هحاول اني اغطي كل اللحم عشان في التحمير يكون لونه حلو ثابت في كل الحتات. طبعا انا ما حقليها الحين، انا حدخل القلاية الكهربائية. شايفين اللون؟ شايفين الجمال اللي انا شايفه ده؟ يلا هنا في شوية فتحات هبدأ اقلب عليهم. شايفين؟ يا سلام، يا سلام على المنظر اللي صار. حقفل عليها القلاية. طيب، مسافة الضلعة تخلص هعمل رز أصفر في قدر فيه شوية زيت. حطيت رز، هحط معه ثوم باودر، هحط معه كركم، هحط معه بهارات بديل الماجد. هذا هو المعلقة الصغيرة حقت الكركم عشان اللون يبقى أصفر. طبعا الشوربة أصلا ما شاء الله مبخرة وجميلة وكل شيء، فما محتاج إني أنا ثاني أضيف بهارات. فهمتوني؟ هنزل عليها بالمرقة حقت اللحم. أسهل رز ممكن يتعمل.
أجي نازل بالمرق بمستوى قطي الرز. كده خلاص الرز بدأ ينجط، شوفوا الشكل كده خلاص. حطيته، طلعنا على قطعة اللحم اللي تجنن. لو كنتوا أول مرة تشوفوني تابعوني في القناة واعملوا لي لايك وملي يسع. بوريكم شوية يا بنات إنه كيف اللحم ذايب. شوفوا بالشوكة حيطلع لكم حتة شريحة. شوفوا ما شاء الله، شايفين اللحم ذايب، لحم أنجوس بالجد. بالعافية علينا وعليكم، مع السلامة.